السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في فيديو إن شاء الله. النهاردة هتكلم عن مباراة تونس وأستراليا. الحمد لله على كل شيء، تونس اتهزمت النهاردة 1-0. للحق تونس عملت ماتش 10/10. تونس كانت ماسكة الشوط الأول قارية أستراليا، مضيعة مالها كلة عن 3-4 تجوان كده. مش عارف، مفيش حظ. كرة المساكنة حتى اللي في الدقيقة 45 مفيش. يعني الشوط التاني برضو قلت هيبقى فيه تغييرات في دنيا، هينزل علي معلول مثلا او يزق بالجزيري ينشط مفيش برضه، فضل على وتيرة واحدة. تونس كده ضيعت املها. يعني نقطة صعبة أوي اللي هي تعدي الدور ده. بس يعني في الأول وفي الآخر يعني لعب كويس، عملت ماتشات كويسة، بس مفيش نصيب لتونس بصراحة. يعني أنا زعلت على عملنا تعادل جامد قدام الدنمارك، ونيجي بأداء 10/10 قدام تونس قدام استراليا، وكنا مهاجمين ومقطعينهم. بس سبحان الله، يعني استراليا عرفت تجري المباراة زي ما هي عاوزة. يعني قدر الله ما شاء فعل. لو جينا المباراة التانية طبعا كنت عامل لها فيديو لسه من شوية. السعودية طبعا، السعودية برضو بخسارتها دي 2-0 حزنتنا كلنا. مش عارف، الفرقة العربية كلها النهاردة مترنحة كده، الاتنين في الضياع. يعني يعني بنسبة كبيرة كده تعتبر قطر تونس كده خلاص بره. حصلت قطر. السعودية ملهاش إلا أمل وحيد فقط لا غير، اللي هي لازم تفوز على المكسيك. فازت على المكسيك تطلع من مستريح دور 16 أول. تاني بقى حسب نتيجة الأرجنتين مع المكسيك النهاردة، ومع بولندا المرة الجاية، ما يهمنا. بس يهمنا عشان انت تطلع وتبقى حاطط رجل على رجل ان انت تفوز على المكسيك. ده ماتش العمر للسعودية، مباراة يعني تعدل نفسها وتحطها في حتة تانية حتى. بس الدفاع أو الشوط التصوير، حتى الجون اللي جابه ليفاندوسكي التاني دوت، يعني من خطأ عبد الله. ما هيش كده. يعني صعب انت تمرقص ليفاندوسكي، ما ينفعش. يعني ده انت بتلعب ليفاندوسكي افضل لعيب العالم. وده كل ما لدينا في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.